اللابتوب بتاعي كل مره بيدخل في حاله سليب لازم بيجيب شاشه سوداء وما بيرضاش يشتغل تاني خالص الا لما بقفله من زرار الباور وارجع افتحه. المشكله دي فعلا كانت بتواجهني زمان وكانت بتزيد قوي على اجهزه الزد بوك، فتعالى اقول لك بقى على الحل اللي انا اكتشفته اللي هيحل لك المشكله دي نهائي. اول حاجه هتدوس زرار ستارت وار وبعد كده هيفتح لك قائمه هتكتب فيها الكود اللي هيظهر لك دلوقتي وتقوم دايس انتر. هتيجي بعد كده في القائمه اللي هتتفتح لك عند اختيار ادمنستريتيف تمبلتس وهتدوس عليه. بعد كده هتدوس على ويندوز كومبوننتس، تنزل شويه لحد ما تلاقي فايل اكسبلورر، بعد كده تدوس عليه. هتلاقي عندك اختيار بعد كده اسمه شو سليب ان ذا باور اوبشنز منيو، هتدوس عليه كليكتين وهتتاكد ان الاختيار ده معمول له نوت كونفيجرد وتقوم دايس على ابلاي. بعد كده هتيجي في قائمه سيستم وهتقوم دايس على باور مانجمنت وتختار جواها سليب سيتنجز. هتلاقي عندك اختيارين اسمهم allow stand by states، هتدوس على كل واحد فيهم كليكتين. هيفتح لك برده نفس القائمه اللي ظهرت لك قبل كده، تتاكد برده ان هي معموله نوت كونفيجرد في الاثنين وتقوم دايس بعد كده ابلاي. وبس كده المشكله دي هتلاقي ان هي ما بتظهرش معاك تاني خالص، ومش هتلاقي ان الجهاز بيعمل شاشه سوداء لوحده ولا الكلام ده. لو حد فيكم بتواجهه برده اي مشكله تانيه يكتبها لي في الكومنتات بتاعت الفيديو دوت، وباذن الله هنزل فيديوهات تانيه زي دوت احل فيها كل المشاكل اللي الناس بتشتكي منها.